السلام عليكم. على بالي هذا الوصفة ديجا كنت شاركتها معاكم من قبل، بصح حبيت نعاود نفكركم بها تلمو سهلة وتجي بزاف بنينة سورتو في رمضان، وانا كنت راح نديرها، قلت خلي نصورها نوريها لهم. جربوها ماكمش حتى ندموا عليها لانها روعة. وما تنساوش تشتركوا في قناتي سبيسيال كوزين دي زاد، ونخليكم مع المقادير. نسحقوا جنحين الدجاج، نحكموا نقطعهم بالشكل اللي راكم تشوفوا فيهم. ديجا كنت شاركت معكم قبل طريقة التقطيع. نديروا التوابل، درت الفلفل الكحل، الثوم، زدت درت توابل الدجاج. هذو توابل الدجاج ديجا فيهم الملح، مانيش حنملح بزاف، ندير غير شويه. نتوما ديروا الملح وديروا اي نوع تابل دجاج عندكم. انا درت رشه صغيره تاع الملح، وزدت عصرت نص حبه تاع القارص. اللي ما عندوش القارص ديروا مغرفه خل، مغرفه كبيره خل. زدت مغرفه كبيره تاع الموطارد اللي تقدروا تستغناو عليها، ومغرفه صغيره تاع العسل، ونص مغرفة صغيرة فلفل أحمر، وشوية تاع الزعترة. هذا مكان، هذوما توابل اللي درتهم. نخلطهم مليح مليح بهذا الشكل، يعني حتى تلقاهم كامل تشربوا هذوك التوابل. ولازم نخليهم يريحوا على الأقل ساعتين. أنا خدمتهم الصباح وفي الليل درتهم للفطور بهذا الشكل. بعد ما ريحوا مليح جبت بلا، درت له الالومنيوم، وزدت درت من الفوق البابي كويسون. الالومنيوم درتو باش ما يتحرقليش البلا. ونستفوا هذاك الدجاج، راح يعاونكم بزاف في الخدمه الالومنيوم. ما تضطروا تغسلوا البلا ما والو. نستف هذو الاجنحه، ونكون ديجا مشعله الفور تاعي يسخن على اقصى درجه، من الفوق ومن التحت شاعل. شوفوا كفايه انايا غطيته بهذا البلا. عندي البلا اللي يجي فوقه، اللي ما عندوش ديروا ورق الزبده ومن بعد زيدوا فوقه الومنيوم، وندخلوهم يطيبوا. بعد ما دخلوهم يطيبوا نقصوا الفور، ديروها على 200 كيما 200 درجه شاعله من الفوق ومن التحت، وخليوهم يطيبوا حوالي 45 دقيقه، يعني من نص ساعه ل 45 دقيقه حتى تلقاهم طابوا كيما شفتوا. دوك انا خليتهم واحد 35 دقيقه ولا 40 دقيقه. المهم نتوما باش تعرفون بلي طابوا دخلوا فيهم الموس، اذا لقيتوه يدخل يعني راهم طايبين. انا لقيتهم يعني طايبين، عاودت رجعتهم للفور، داو لي تحميره هذا مكان، وعاودت نحيتهم. وشوفوا كفايه يجيو طايبين زبده ما شاء الله. لباكم تشربوا هذيك التتبيله، جاو بزاف بنان. جربوهم بهذه الطريقه، وما تستعملوهاش غير في الاجنحه، تقدروا ديروها حتى في الكويس. وهذه الأجنحة طريقة التقطيع تاعهم راني كنت ديجا مشاركتها معكم في وصفة واحدة أخرى. اكتبوا برك في الرشاش أجنحة الدجاج سبيسيال كوزين دي زاد، راح يخرجوا لكم. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وجربوها، ماكمش رايحين تندموا عليها لأنها صح مانيفيك. وبسلامة إلى فيديو قادم.